هنعمل ازاي الزبدة البلدي الفلاحي الجاموسي من غير ما ندفع ولا جنيه بمكون بسيط جدا هيبقى عندنا في البيت بطعم وريحة وترميلة زي ما انتوا شايفينها، بمكون بسيط جدا ومش هنستخدم حاجات ممكن ما تبقاش صحية او ما اثبتتش صحتها، ولا هنشتري دهن ونضيف لبن والحاجات اللي بنشوفها دلوقتي. حاجة كده سمنة ريحة وطعم رايقة، وفي نفس الوقت مش هندفع فيها حرفيا ولا جنيه. تمام. سيبي الفيديو عندكم، هترجعوا له هيبقى مرجع ليكم حتى لطريقة السمنة وتسييح الزبدة حتى لو مش انتوا اللي عاملينها. اول حاجة هبدأ معاكم من اول ما نغلي اللبن. هنجيب اللبن بتاعنا واحطه اغليه على النار، وهجيب مضرب سلك كده واقعد اضرب فيه يعني شوية كده بس اطلع له فوم ورغاوي، عشان الطريقة دي بتخليكي تطلعي اكبر كمية قشطة. اول ما يغلي هطفي عليه يبرد ويهدى واحطه في التلاجة لتاني يوم. هاجي بقى تاني يوم اجيب العلبة اللي انا بحوش فيها القشطة. انا بوريكم بادئه معاكم من الصفر عشان اللي ما يعرفش او اللي لسه عايز يعملها من الاول. غلينا اللبن، سيبناه يبرد، حطيناه في التلاجة ليلة، وتاني يوم هشيل القشطة عليه وبحطه في التلاجة على فكرة مكشوف مش متغطي، عشان يطلع لي اكبر كميه قشطه. بس طبعا نتاكد ان مفيش اي روايح او ممكن يلقط اي حاجه من التلاجة. شلت القشطه، دول كانوا 3 كيلو لبن. انا كل اسبوع بغلي 3 كيلو لبن واشيل القشطه بتاعتهم واحطهم في ازايز استعمل منهم، ويفضل تبقى ازايز. تمام. هنحوش بقى كميه قشطه كويسه، ودي ابسط طريقه واسهل حاجه ان احنا نستفاد من القشطه. يعني انا كنت بستغرب ان في ناس بتقولي انا بتنشف مني في التلاجة او برميها مش عارفة ازاي. هنحوش بقى كمية كويسة ونغطي ونحطها في الفريزر لحد ما يتجمع عندنا كمية كويسة من القشطة. دي الكمية اللي كانت عندي وقتها، بجمعهم في علب في الفريزر عادي جدا. انا هنا كنت بوزن، بشوف بس كمية القشطة قبل ما اعمل الزبدة عشان اعرف طلعت لي زبدة وسمنة قد ايه. المهم يعني مش هطول عليكم، هما كانوا بالظبط 4 كيلو من القشطة. عايزه اقول لكم المفروض طبعا انا محوشها القشطه في الفريزر، بنطلعها بقى قبلها بيوم تفك على رف التلاجة، ما تسيبوهاش تفك ابدا في حراره الغرفه او على الرخامه بره، لان انا عايزاها من جوه تبقى متلجه ساقعه. كمان البوله اللي هنشتغل فيها سواء كانت عجان او هنعملها بايدينا او ايا كان او مضرب بيض، حطوها في الفريزر تبقى ساقعه متلجه، ده هيسهل عليكم جدا. فضيت كميه القشطه بتاعتي وحطيتها في العجان وشغلت المضرب اللي هو بتاع الكريمه او مضرب البيض، ودي ميه متلجه. ميه يفضل تبقى ساقعه متلجه فيها حبيبات تلج، بساعدها بديها شويه ميه بس في الاول كده. هتبقى عندنا شبه الكريمه زي ما انتوا شايفين زي الكريم شانتيه كده، وهفضل اضرب بيها. هضرب فيها، انا هوريكم مراحلها كلها اللي تخليكم تطلعوها صح. قوامها بدأ يتغير ويختلف اهو. اوعوا تقولوا ان دي كده بقت زبدة، دي مجرد كريمة او قشطة مضروبة لسه ما فصلتش. هوريكم امتى تبدأ تقول كده ونقول ان هي هتبدأ تبقى زبدة. هنزل بقى الكريمة دي، خلاص هي بدأت هنا لو ملاحظين قوامها اختلف، بدأت تخرز في حبيبات لو تاخدوا بالكم. قربت لكم اهو، شايفين مخرزة ومحببة ازاي، بس لسه برضو مش هي دي الزبدة. لازم تفصل وتطلع او تنطر اللبن اللي فيها. في المرحلة دي لو هتستخدموا عجان يفضل تحطوا الغطا بتاعه لانه هيبهدل الدنيا. عايزه اقول لكم انها تنفع طبعا في الخلاط بس شويه شويه عشان ما يبصش. نحط شويه ميه ساقعه مع شويه قشطه صغيرين. تنفع بايدينا زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا، تنفع بمضرب بيض، كل حاجه متاحه، بس يدوي طبعا بتاخد وقت وتعب شويه. انا شلت الغطا اهو، شايفين فصلت اهي، اتجمعت كرة واحدة على المضرب وفصلت ونطرت اللبن بتاعها. انا شلت الغطا حتى عشان اوريها لكم وايه، حتى طلع شوية من اللبن بره وبهدلني. يلا بقى ادي شوية الزبدة اللي طلعت، شايفين بقى شكلها عامل ازاي. زبدة ناعمة، زبدة صح متصفية كويس جدا. شايفين ناعمة، الزبدة الصح لازم تبقى ناعمة كده، ولازم تعصروها كويس قوي من اللبن اللي فيها. وادي كورة زي سمنة بلدي جاموسي بالظبط زي اللي بنشتريها، وريحتها وطعمها حقيقي. شايفين ناعمة ازاي. دي مختلفة شوية عن اللي بنجيبها من الفلاحين. اللي بنجيبها من الفلاحين بتبقى يعني بيبقى طريقتها شوية مختلفة، بيروبوا اللبن وبياخدوا القشطة بطريقة مختلفة، بس نقدر عادي جدا نعملها من وش اللبن زي ما انا وريتكم.
ادي الزبدة اللي اتجمعت معايا، هنزلها بقى من المضرب واجمعها كلها في كور ونشوف هتدينا قد ايه. ادي الزبدة الحلوة بتاعتنا عملت لي، انا حطيتها دلوقتي. انا عايزة اوريكم خطوة انا مصفيها كويس جدا ومتأكدة منها، لكن انتوا هتجيبوا مية متلجة لو انتي مش متأكدة منها وتحطيها في المية. تحطي الكور دي، كل كورة في المية دي اسمها ان انتي بتغسلي الزبدة عشان ما يبقاش فيها اي بواقي لبن تخليها تاخد وقت طويل على النار وتطلع مرتة كتير. تمام اهو شايفين الميه انا بشيلها، الميه رايقه خالص، ما فيش حتى لبن بينزل، ان انا مصفيها كويس جدا. لو انتي مصفيها كويس جدا خلاص مش مشكله تعملي الخطوه دي، بس انا بوريكم خطوه اضافيه يعني اللي بيتعمل لو انتوا مش مصفينها كويس. تمام، تعالوا بقى نوزنها ونشوف ادتنا قد ايه. احنا قلنا كان معانا 4 كيلو من القشطه، دول هيدوني بالظبط 2 كيلو 268 او 58 حاجه زي كده. المهم ان هي كانت حوالي 2 كيلو وربع. طيب دول تمنهم كام؟ على حسب بقى المنطقة. انا المنطقة اللي انا فيها الكيلو ب 200 جنيه، يعني دول تقريبا تمنهم 450 جنيه، ما دفعناش فيهم ولا جنيه. تمام اهو 2 كيلو 258 جرام اهي عن قرب، او 59 يعني 2 كيلو وربع، 450 جنيه وفرناهم. ما عملتيش اي حاجة ولا دفعنا اي حاجة وهي موجودة عندك في البيت، ولا اشترينا دهن ولا ضفنا زيت ولا حطينا لبن ولا، يعني هي حاجات ما اثبتتش صحتها، الله اعلم صحية ولا لا. طب ليه؟ ما احنا ممكن نعمل حاجة طعمها حلو وطبيعية جدا، وكده كده احنا بنشتري اللبن. وده اللبن الخض اللي طلع من الزبدة هنعمل بيه احلى قرص وتعملي بيه احلى مخبوزات. طبعا ما يترميش، بتشيليه في الفريزر لانه لو سبتيه في التلاجة طبعا هيبوظ، وتطلعي منه يفك وتدفيه وتستعمليه في المخبوزات، وهنعمل بيه حاجات حلوة قوي الفترة الجاية. تمام، ادي كده الزبدة بتاعتنا. تعالوا بقى نسيحها، اقول لكم تسيحوها ازاي وايه الفرق بينها وبين الزبدة اللي احنا بنشتريها من الفلاحين، لان دي احنا واخدينها من وش اللبن، مش مروبين اللبن واخدين قشطته، فرق كبير. هسيحها بقى. ما انا بقول لكم الفيديو ده مرجع ليكم، حتى لو انتوا شاريين زبده ومش بتعرفوا تسيحوا السمنه او تسيحوا الزبده وممكن تتحرق منكم كده، هقول لكم ازاي تسيحوها. هنحط الزبده في حله تكون كبيره اكبر من كميه الزبده لانها بتفور زي اللبن. تمام، واول ما تسيح، حتى ممكن تبقى النار عاليه عادي في الاول، بس تسيح لازم تهدي النار تماما عشان ما تتحرقش، ويبقى ايدك فيها معلقه خشب وتقعدي تقلبي فيها كل شويه. هنديها رشة ملح مش كبيرة بس توازن الطعم وتبقى مادة حافظة. بعد شوية بتلاقوا شكلها بدأ يتغير كده والمرتة بدأت تظهر. هتلاقوها كل امتى بقى نطفي عليها ونعرف انها استوت؟ لما شايفين اهي بدأت تكشف كده وبدأت السمنة تبقى شفافة والمرتة تنزل تحت. شايفين اهي كده بدأت تستوي. انا وريتكم مراحلها كلها، هي كده تمام قوي واستوت والمرتة تحت بس لسه بيضة كده. تمام، تقدري تدفي عليها، بس انا هديها 5 دقايق كمان. الفرق بينها بقى وبين الزبدة اللي احنا بنشتريها من الفلاحين دي، زبدة دي وش اللبن، المرطة بتاعتها مش بتتاكل، بتبقى خشنة وناشفة كده وطعمها مسكر، مش المرطة اللي احنا واخدين عليها. شايفين بقى لونها رايق؟ لازم السمنة الحلوة تلاقوها لونها مخضر كده ورايق. المرطة اللي تحت دي انا بحب اخلي لونها احمر كده عشان دي واخداها من وش اللبن، مش الزبدة بتاعت الفلاحين اللي اللبن بتاعها متروب. لو خليته المرطة فاتحة عن كده ممكن لا قدر الله تعفن مننا. تمام، المرطة دي بتبقى خشنة وناشفة، خشنة وناشفة زي ما انتوا شايفين، مش بتتاكل. حتى طعمها مش بيبقى مسكر شوية، مختلف عن السمنة التانية. ده كده خلاص استوت، سيبناها بقى تهدى، ولازم نشيلها من على النار على طول عشان ما تتحرقش، عشان ما تفضلش تاخد سوا. تمام، ادي بقى السمنة. هنجيب برطمان متعقم كويس جدا مغسول وناشف، لازم يبقى ناشف كويس جدا، والمصفى بتاعتنا، ونبدأ نعبي السمنة. شايفين لونها رايق وزي القمر ازاي؟ ريحتها فعلا حلوة جدا، طعمها يجنن، مرملة. والاهم ان احنا يعني استفدنا بالقشطه، يعني ما كلناهاش وقعدنا نبقلظ او ما رميناهاش وسبناها تنشف، يعني استفدنا بكل حاجه في اللبن. حتى اللبن الخض اللي طلع من القشطه هنستفاد بيه. شايفين لونها رايق وجميل ازاي؟ مش محروقه، اوعوا تعلوا عليها النار وتسيبوها تتحرق. وادي السمنه الحلوه بتاعتنا طلعت لي البرطمانين دول، البرطمانين الكبار دول والبرطمان الصغنن ده. البرطمان ده حوالي عمل كيلو، ده اصلا كان برطمان سمنه
والبرطمان التاني ده اصلا ده برطمان نسكافيه، يعني كان حوالي 700 او 800 جرام من غير وزن البرطمان الازاز. يعني ال4 كيلو قشطة طلعوا لي 2 كيلو وربع زبدة، وحوالي 2 كيلو الا سمنة. بالظبط كان كيلو 900 او 2 كيلو الا حاجة بسيطة. تعالوا نشوف ترميلتها بقى. يعني يا ريت تكون الفيديوهات بتوصل ريحة ترميلة وريحة فعلا جميلة قوي، هتعجبكم. سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة، يا دوب قشطة ساقعة بنضربها بس لحد ما تفصل، هتحسوا بمتعة جميلة قوي. ويعني بعد المراحل دي كلها كان لازم اكافئ نفسي بقى واجرب السمنة. احلى سمنة تجربوها في البيض او في الرز الابيض، جربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تنبيه عشان يوصلكوا كل جديد في ميعاده ان شاء الله. وقولوا لي في الكومنتس الزبدة عندكم بكام واسعار السمنة ايه، ولو الفيديو عجبكم جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. احلى طبق بيض ممكن تعملوه، انا بحب اعمله كده زي ما هو في الطبق كده، او حتى لو بعمله في طاسه بحب اعمله يعني حتى باكله من الطاسه. هو مزاج كده ورشه فلفل اسود، وفعلا هتعجبكم جدا. ووفرنا ما دفعناش اي حاجه. جربوها، مستنيه رايكم في الكومنتس. رشه الملح بقى. قولوا لي الاسعار عندكم ايه. انا لقيتها هنا ب200 جنيه، ويعني في الارياف ما قلتش عن 160 و170 يعني. عملنا حاجة من لا شيء، وفعلا حاجة ممتازة، ورمضان جاي وهتستعملوها كتير ان شاء الله.